السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا وسهلا بكم في قناتي. كل عام وانتم طيبين وبخير. شرفتوني ونورتوني، يا رب تكونوا كويسين وفي أتم صحة وأحسن حال. الفيديو بتاع النهاردة هو تكملة للفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات كنا بنتكلم فيه عن الاستغفار. بصوا يا جماعة، عارفين كده لما يبقى في حاجة ربنا سبحانه وتعالى يقول عليها إن هي مفتاح الخير كله، حاجة لو انت عملتها كل يوم هتفتح لك كل الابواب المقفولة، حاجة كده هتغير حياتك من حل لحال. ايوه، هي بقى الحاجة دي هي ايه؟ هي الاستغفار. لما نزلت الفيديو اللي فات عن فضل الاستغفار، ناس كده من اصدقائي وحبايبي سمعوا الفيديو وقالوا لي ان هم فعلا التزموا بالاستغفار يوميا اكتر من 1000 مرة في اليوم، وان هم بدأوا فعلا يحسوا بحاجات غريبة بتحصل في حياتهم. يعني بدأوا يحسوا براحة مش طبيعية، رزق بيتفتح، حاجات كانت معقدة بدأت تتفك. وفي ناس تانية قالوا لي احنا حسينا بحاجات غريبة صراحة مش عارفين هي خير ولا شر. عشان كده الفيديو ده مهم جدا، لانك لو لازمت على الاستغفار وظهرت عليك العلامات اللي هنقول عليها النهاردة في الفيديو، اعرف ان انت ماشي في الطريق الصح. ومهما حصل بالله عليك اوعى تسيب الاستغفار ابدا. اول عرض من الاعراض دي ممكن يظهر عليك بعد ما تداوم على الاستغفار. ضيق مفاجئ كده، ما تبقاش فاهم هو ايه ولا ليه. هتصدق؟ على فكرة ده من الشيطان. لان الشيطان اول ما يشوفك بتقرب من ربنا هيحاول يلخبط لك اي حاجة انت بتعملها، يخليك تتعكنن من اقل حاجة، يحاول يوسوس لك ان انت ماشي على الطريق الغلط، يحاول يوسوس لك ان انت مش مرتاح وان الاستغفار ده مش جايب معاك نتيجة. بس اعرف ان ده اختبار، لان ربنا سبحانه وتعالى هيبدأ بقى يصفي قلبك. في حاجات تانية هتحصل لك، يعني حاجات مثلا كانت ماشية غلط بدأت تتوقف، زي علاقة سامة، او شغل كان فيه شبهات شوية، او صداقات كانت بتبعدك عن ربنا. هتبدأ تلاقي الحاجات دي كده سبحان الله بتتفكك لوحدها كده وبتبعد عنك. ده على فكرة مش هيبقى نحس ولا قلة توفيق، لا، ده ربنا بينظف لك حياتك، بينقي لك قلبك، بيمشي عنك وبيبعد عنك الحاجات اللي كانت منع البركة. بعد كده هتبدأ بقى تحس برزق يكون مفاجئ او فرج جاي كده من حتة انت مش متوقعها. ممكن تلاقي فلوس جات لك من غير سبب ولا طلب، باب شغل اتفتح لك فجأة، حاجة كنت فاقد الأمل فيها اتحققت. وده وعد من ربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا الله يا الله على الجمال، كل ده من الاستغفار. بعد كده يا جماعة هتبدأ تحس إن أنت قلبك بدأ بقى إيه، يحس شوية، مشاعرك هتبقى حقيقية. كنت بتحس إن قلبك ميت، كنت بتصلي من غير طعم، بتدعي ومفيش احساس. الاستغفار يا جماعه بيحيي القلوب والله. بعد كده هتبدا تلاقي نفسك بتدمع في الصلاه، قلبك بيرق، مشاعرك بقت صادقه. ده مش ضعف والله، دي حياه جديده ربنا ان شاء الله هيمنحها لقلبك. وبعدين هتحس بذنوب كنت مدمنها سبحان الله هتبقى تقيله على قلبك جدا. هتلاقي نفسك كنت متعود على الغيبه هتبطلها، سماع الاغاني مش هتسمع، نظرات حرام. هتلاقي نفسك فجاه مش قادر اصلا تكمل في الطريق السيء ده. هتلاقي نفسك دايما بتحس بتأنيب ضمير. هتلاقي نفسك حاسس كده بحاجات غريبة. اعرف ان دي علامة، اعرف ان ده علامة ربنا هيطهرك بيها وهيعينك على ترك المعاصي ان شاء الله. الناس يا جماعة اللي حواليك بدأت ايه، تستغربك شوية. طب هتستغرب فيك ايه؟ هتستغرب ان انت بدأت تتغير. بعض الناس اللي كانت ماشية في اتجاه عكسك مش هيقدروا يكملوا معاك. مش معنى كده ان انت غلط، لا والله، ده ربنا بيشيل من حياتك الناس اللي كانوا هيدولك طاقة سلبية، اللي هيبعدوك عن الطريق. بعد كده هتلاقي أحلام غريبة أو رؤية حاجات كانت مدفونة جواك. يعني ممكن مثلا تبدأ تشوف في منامك حاجات بتفكرك بذنب قديم أو حد ظلمته. ربنا يفتح لك بقى الباب ده بالذات عشان التوبة، عشان ترجع له، عشان تنضف من جواك. بعد كده هتبدأ تحس بتعلقك بالدنيا شوية، هتلاقيه بيقل، بتركز دايما على رضا ربنا. بقيت مش فرحان قوي بالحاجة لما تيجي ومش زعلان قوي لو راحت. هتبقى مستني رضا اكتر من ربنا. دي علامة بقى من علامات الايمان الكبير، وان ربنا هيرفعك بيها ان شاء الله درجات من عنده. كل دي مش اعراض سلبية، بل بالعكس دي علامات ان قلبك بيتخلق من جديد، ان ربك سبحانه وتعالى بيحبك، وان انت لو كملت في طريقك ده هتشوف العجاب. بس خلي بالك، الاستغفار مش تعويذة سحرية، لا، مش تقول استغفر الله 1000 مرة وخلاص. لا، الاستغفار محتاج قلب حاضر، محتاج نية وتوبة من قلبك بجد.
اوعى انك تكون بتتكلم ربك وتطلب منه وتقول كده انا مجرد كلام وبقوله وخلاص. لا، اطلب بثقة، اطلب بحسن ظن بالله وانت عندك يقين ان ربنا يستجيب. ابدأ من دلوقتي، خد لنفسك ورد يومي حتى لو 100 مرة الصبح ولا 100 مرة بالليل. اختار صيغة كده تكون بتحبها، تستغفر الله وأتوب إليه. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يا رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أي طريقة تلاقيها قريبة من قلبك ابدأ بيها. وفي آخر الفيديو يا جماعة، لو ظهرت عليك الأعراض دي بعد الاستغفار افرح وتمسك بيه. دي مش أعراض انسحاب، دي علامات شفاء ربنا هيطهر بيها قلبك، هينضفك يعني من جواك، هيصلح لك حالك. ما تسيبش الاستغفار لأن هو اللي هيكمل معاك لحد ما توصل. وفي آخر الفيديو لو انت وصلت لحد هنا ادعي معايا وأمن: اللهم اجعلنا من المستغفرين بالليل والنهار. يا رب اجعلنا ممن إذا استغفروا غفرت لهم، ولو رجعوا ليك تقبلهم يا رب. يا رب طهر قلوبنا، يا رب اغسل ذنوبنا وبدل سيئاتنا حسنات. اللهم اجعلنا من المستغفرين. يا رب اجعل الاستغفار نور لقلوبنا وبركة في أرزاقنا وسبب لرضاك عنا يا رب. يا رب ما تحرمنا لذة التوبة. يا رب ما تقفلش أي باب من أبوابك في وشنا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على حبيبك النبي وتدوس لايك واشتراك علشان يعم الخير ويزيد الأجر إن شاء الله، ويقدر كل الناس تتفرج على الفيديو ده. شكرا جدا ليكم. ما تنسوش في آخر الفيديو تداوموا على الاستغفار. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.